السلام عليكم. كان هنالك شاعر يدعى كثير عزة، ومحبوبته هي عزة. حج هذا الشاعر في سنة من السنوات، وحجت عزة مع زوجها. وفي ليلة من الليالي كانت عزة تطوف بين الخيام تبتغي سمنا لتأكل هي وزوجها، فدخلت على خيمة كثير ويقول: كنت أبري سهما فجعلت أبري ذراعي حتى بريت اللحم. فتقدمت عزة إلى يده بعد أن رأت هذا المنظر، وجعلت تجفف ما خرج منها من دم بثيابها وتمسح عليه، وسألته عن السمن فحلف لتأخذنه، فأخذت السمن ومضت إلى خيمة زوجها، فسألها: ما هذا الدم على ثيابك يا عزة؟ فأنكرت وسكتت ولم تخبره القصة، فأصر عليها فأبلغته، فحلف عليها أن ترجع إليه وتشتمه، ففعلت ذلك. وفي ذلك يقول كثير: يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلت، هنيئا مريئا غير داء مخابل لعزة من أعراضنا مستحلت. في قصيدة بالغة الجمال يقول في مطلعها: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيهما، ثم ابكيا حيث حلت، ومسا ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلت، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلت، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت. يذكر هنا أنه كان يعيش في رغد من الحياة وفي سعة وفرح، وما كان يعرف ما هو الحزن وما هي موجعات القلب حتى أحب عزة فغابت عنه، فبدأ يعرف ما معنى الأحزان وما معنى أوجاع القلب. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت.